السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ وتدابير سكينة. اليوم راح نحضر معكم حريرة الغرب. راح تشوفوا معنا كامل المقادير وكيفاش نحضروها وكيفاش تكون الحريرة تاع الغرب. تبعوني وراح تستفادوا منها ان شاء الله، وشكرا. دروك راح نوجدوا الحريرة تاعنا. ها هما قدامكم المقادير، كل شيء راح نكتبه لكم في صندوق الوصف. بعد ما شدتوا دروك راني وجدت معاكم المقادير تاوعي، وراني نحطها معاكم في لاكوكوط. راني درت فيها 6 معالق زيت. دروك راكو شفتوا معايا كيفاش خدمت وكيفاش درت لي زيبيس تاوعي وكيفاش حطيت وكيفاش وجدت. دروك راح نحطوها فوق الغاز تتقلى شويه ونزيدوا عليها الماء الساخن. بعد ما طبت لنا الحريره نتاعنا وراها واجده، دروك راح نقص شويه روا باه نطحنوها. كي نقصوا روا نقصوا شويه روا في كسرونه باه نحتاجوه من بعد. نطحنا هذيك الحريره نتاعنا. كي نكملوا لها الطحين نتاعها راح تشوفوا معنا كيفاش راح نزيد هذاك الروا اللي نكون نقصته. غادي نزيد شويه ونخلي شويه كيما راكم شفتوا معايا. دروك راح كيفاش ندير، راح دروك نشوف نوجد معكم الفرينه اللي راح نزيدها في هذيك الحريره. راح نوجدوها. راح ندير 6 معالق فرينه، كاس ونص ماء، نزيد عليها قرصه ملح وشويه ليم، وراح نطحنوها مليح مليح نوجدوها. بعد ما نوجدوها راح نردو الحريره نتاعنا على الغاز، ترفد الغليه نتاعها مليح مليح. ايوه، ونردو عليها هذيك الفرينه. كي نردو عليها الفرينه نقصوا للغاز الماكسيموم باش هذيك الفرينه كي نخويوها فوق هذيك الحريره ما تطلعناش الفرينه الفوق تولي كي الكتل. لانه اذا خوينا عليها الفرينه وهي الغاز نتاعها مجهد راح الفرينه تطلع الفوق وراح نحصلوا فيها، راح ما تطيب لناش نيشه الفرينه وراح تولي كتل كتل. المهم راح احنا نخويو الفرينه. كي نكملوا راح نحركوها بالتحريك المستمر، هي ناقصه وحنا نحركوا فيها مليح باه تطيب لنا الحريره نتاعنا. وراح نوجد معكم التشيشه اللي راح نرميها في الحريره كما راكم تشوفوا بينكم. دروك راح تشوفوا معايا التشيشه. راني درت في غرفيه شويه تشيشه، راح نزيدها على الفرينه كي طيب. بعد ما زدتها راح دروك ندير معكم في غرفيه مغرف تاع الطماطم المصبره، يعني بديله تاع المصبره، يعني طماطم تاع منزليه كما راكم شفتوها معايا. دروك راح نزيد معاكم لي زيبيس اللي راح نزيدهم في التالي: الكبابه الكرويه، الملح اسمحوا لي، الكبابه الكرويه، الكمون، سكينجبير والقزبر وجامبو اذا كان متوفر عندكم. انا ما كانش متوفر عندي تاع الخروف، اني درت معكم تاع الدجاج. انا هذا اصلا مانيش غادي نديرو لان درت اللحم تاع الخروف. كي نرميو التيشان تاعنا راح في هذيك الغرفيه اللي فيها طماطم تاع المنزليه يعني بديله المصبره، راح نرمي نزيد عليها هذيك لي زيبيس، ونزيد عليه هذاك الروا اللي كنت قلت لكم خليو منه لانه راح نحتاجوه. بعد ما زدت عليهم هذاك الروا كامل دروك راح نوريكم كيفاش تخلطوه كيفاش توجدوه. ها هي دروك الحريره نتاعنا واجده معكم وبصحتكم وراحتكم. نتمنى انكم تسيوها وتعجبكم. وجدتها مع الخبز تاع الدار، يعني خبز الفور ولا خبز الكوشه كما تسميوه نتوما. بالصحه والراحه وشكرا.